بيبدأ فيلمنا بسمسم. سمير موظف في بنك، حياته روتينية درجة أولى، وبيبان في أبسط حاجة لما بيطلب بيتزا، وخدمة العملاء بترد عليه بنفس الحاجات اللي بيطلب إنها تتشال من الأوردر كل مرة. وقت ما بيوصل الدليفري بنلاحظ منه حركة غريبة هنفهمها قدام. سمير عنده زوجة وبنت وولد، وعنده هوس غريب جدا بتجميع الجرايد، ومخصص ليها جزء في البيت محدش بيدخله غيره. وهنلاحظ قدام إن ده ملجأه الوحيد اللي محتاج يبقى لوحده. اتكلمنا قبل كده عن ألوان الإضاءة في حلقة الجوكر، لو ما شفتهاش فأنا هسيب لك لينك الحلقة عشان تفهم أكتر عن الإضاءة وتأثيرها، وإنها بتعكس الحالات المزاجية للشخص.